السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. مع ان انا عارفة ان الفترة دي مفيش اي حد بخير خالص بسبب اللي بيحصل لاخواتنا في غزة كل الأحداث اللي بتحصل الفترة دي. فيعني ربنا يعديها على خير وربنا يلطف بيهم ويا رب النصر من عندك بإذن الله. وربنا يرحم كل الشهداء سواء أطفال أو كبار ويصبر الأهالي. عايزة أقول لكم إن الفيديو ده أنا مصوراه من قبل الأحداث خالص. طبعا الفترة دي كلها ما حدش ليه نفس ولا يمنتج ولا ينزل فيديوهات ولا يعمل أي حاجة في حياته. كلنا كده تعبانين نفسيا، بس مفيش حاجة في إيدينا نعملها غير إن احنا ندعي. وطبعا ربنا تقبل مننا جميعا. حبيت كده الاول اوريكم الجزء دوت. طبعا ده متصور النادي الاجتماعي، طبعا ده في السويس. مؤخرا طبعا اتجدد وبقى حلو جدا زي ما انتم شايفين، في زي كافيه تحت كده قاعده، ترابيزات وكراسي والجو حلو جدا جدا فيه. وفي كمان في الجنب كده في كيدز اريا، وفي كمان سلم بقى فوق اللي هو الكافيه اللي فوق بقى احلى مكان، اللي هو قاعدين على القناه مباشره، طبعا قناه السويس، اللي هو الكافيه على القناه مباشره. شايفين بقى السفن وهي معدية ورايحة وجاية. وبصراحة القعدة فيه بالنهار حلوة جدا جدا، أحلى من بالليل كمان، لأن بالنهار بتبقوا شايفين السفن وهي معدية. طبعا قناة السويس معروفة يعني. تاخدي صور حلوة جدا في الكافيه دوت. المكان لذيذ صراحة وبيغير النفسية كده وحلو قوي. أنا كنت طالبة وقتها نسكافيه، وصاحبتي اللي كانت معايا كانت طالبة مانجا. بصراحة كل حاجة عندهم سواء مشروبات ساقعة أو سخنة حلوة جدا. فروحوا المكان هتتبسطوا قوي. هنا بقى كان يوم تاني، كنا الصبح كده. الوقت ده كانت الكهرباء قطعة فيه، فحبيت ان انا اعمل كوباية كده، كوباية بقى مش فنجان قهوة. وبحب اخد كده جنبها اي بسكوتة شوكولاتة اي حاجة، بحس ان انا الوقت ده انا كنت مصدعة ومتضايقة في نفس الوقت. فحبيت ان انا اعمل حاجة تديني شوية باور كده وتخفف صداع شوية. وكمان الشوكولاتة والكافيين عامة بيعلي هرمون السعادة، فيحسسني بشوية سعادة او شوية انبساط بعيد عن اي حاجة بقى ممكن تضايق الواحد. فاخدتهم كده وقعدت على السرير، قلت كده افصل ولو الوقت اللي هشرب فيه بس كوباية القهوة، ده افصل من ضغط اي حاجة حواليا بقى، سواء مشكلة سواء ضغط في البيت سواء اي حاجة. هفصل شوية كده مع نفسي. بعد بقى ما شربت القهوة دي لقيت جالي احلى هدية بصراحة وفرحتني قوي. دي كانت جايالي من سامسونج. الهدية دي بقى عبارة عن ايه؟ عارفين طبعا الرول بتاع الاسترتش اللي بنلف بيه الاكل. ده بقى كان جايلي رول كده ما شاء الله كبير قوي. طبعا احنا عارفين الحاجه كلها غليت دلوقتي وفي السوبر ماركت الحاجات دي غاليه. وانك تجيبي رول حتى لو سمكه مش عريض، يعني اللي هو بيبقى لفه صغيره، بيبقى طبعا بمبلغ. فانا جالي الرول دوت زي ما انتم شايفين ان ما شاء الله كبير جدا، يقعد معايا فتره طويله قوي. وكمان مش رول بس، شايفين العلبه اللي جاي فيها السن بتاع القطع بتاع الرول زي اللي في المحلات. يعني انا هثبته على العلبة دي. وزي ما انتوا شايفين كده السن ده حامي جدا على فكرة، مش حامي ان هو يعور قوي يعني، بس حامي ان هو يقطع الاسترتش بكل سهولة. وطبعا انتوا عارفين الاسترتش ده مش بتاع الاكل بس، لا ده ممكن تلفي بيه حاجات مثلا لو انت خايفه عليها تتكسر، او مثلا حاجه لو انت مسافره في مكان وتحطي كذا حاجه في الشنطه وفي حاجه مثلا ضروريه خايفه ان هي تبوظ او حاجه، ممكن تلفيها برضو في الاسترتش ده. فبصراحه هو استخداماته كتير جدا مش الاكل بس. فالهديه بصراحه بسطتني جدا، وكانت جايه في وقتها، في وقت بقى ان انا كنت متضايقه فيه، فهي جت كده فرحتني بصراحه. فشكرا جدا والله للي بعت لي الهديه. وانا بصراحة من الناس اللي بحب الهدايا، بحب اجيب هدايا ويجيلي هدايا، اللي هو فكرة تهاد وتحبه حلوة قوي، بتخلي الناس كده في محبة بينهم على طول، في اتصال دايم بينهم. فكرة الهدايا بصراحة جميلة جدا، حاولوا تطبقوها في حياتكم، هتبسطكم، هتخلي عندكم حاجة كده بين الناس، في محبة وفي روح حلوة. مش لازم تكون الهدية دي حاجة غالية ولا حاجة كبيرة، لا ممكن حاجات بسيطة بس تبقى الهدايا رايحة جاية كده، بتخلي العلاقات حلوة بين الناس. المهم بقى انا هنا كنت عايزه اعمل كيكه، لان انا كان جايلي ضيوف بالليل وما كانش عندي حاجه اقدمها لهم، وطبعا ما كانش في وقت ان انا انزل اشتري حاجه من بره. فاسهل حاجه واسرع حاجه ان انا اعملها حاجه حلوه في البيت كده، ان انا اعمل كيكه. طبعا بنقدم بقى حاجه ساقعه، بنقدم عصير، بس لازم يكون في حاجه حلوه كده. انا بحب اعمل كده بصراحه لما يكون جايلي ضيوف، اعمل لهم حاجه حلوه ياكلوها. المهم كنت هعمل كده كيكه الشوكولاته، طبعا هي سهله جدا وسريعه وحلوه قوي. لو انت عايزه تعمليها بقى بصوص كده من على الوش، اللي هي تحطيه على وش الكيكه لما تطلع من الفرن، بتحطي الحاجات في الاول في الخلاط تضربيها ما عدا البيض والفانيليا. يعني بتحطي السكر واللبن تضربيهم الاول ضربه، وبعدين تنزلي عليهم بزيت وسمنه. في ناس بتعملها بزيت بس بحس ان هي بالزيت والسمنه احلى كتير، بتبقى هشه ومن جوه كده تحس انها عامله زي النايتي. تمام، الزيت والسمنه مع بعض،
وكمان تحطي معاهم الكاكاو، 3 معالق كاكاو او كوبايه الا ربع كاكاو، وتضربيهم كويس جدا في الخلاط، وتاخدي من الخليط ده مثلا نص كوبايه كده، بحيث ده الصوص اللي يتحط من فوق الكيكه. وبعدين نزود بقى البيض والفانيليا. ده كده المكونات السائله اللي عندي. تمام كده، ده اللي في الخلاط. جبت الصينيه بقى بتاعتي ودهنتها كده رشه زيت بسيطه او رشه سمنه بسيطه، وكمان بطنتها بالدقيق. لو هتعمليها كيكه فاتحه تبطنيها بالدقيق، هتعمليها كيكه غامقه بالشوكولاته زي ما انا هعملها كده هتبطنيها بالكاكاو. بس انا الوقت ده كان الكاكاو عندي خلص، حطيت اخره في الخلاط، فقلت مش مهم، مش هتفرق يعني كتير. وطبعا كنت محضره المكونات الجافه عندي اللي بره، اللي هي 3 كوبايات دقيق منخولين مرتين او 3، وعليهم رشه ملح برضو منخولين. يعني كل ده انا بنخله مع بعض، وكمان كيس بيكنج باودر او كيك شيف. تمام كده. وكل ده طبعا بتقلب كويس جدا، وبعدين بنزل المكونات السايله على الجافه وبقلبهم كويس قوي بالمضرب اليدوي. المهم تقلبه كويس جدا بحيث ان كله يمتزج في بعضه. وبنزلهم بقى في الصينيه، بدخلها الفرن اللي انا بكون مشغلاه من قبل ما ابدا شغل اصلا. قبل ما احضر اي حاجه بشغل الفرن بحيث ندخل الصينيه على فرن سخن قوي. هنا بقى كنت سيحت مكعب شوكولاته زي ما انا قلت لكم، وهحطه بقى على وش الكيكه من فوق، بحيث ان المكعب ده لما الشوكولاته السايحه دي لما هتنشف هتمسك نفسها شويه، هيبقى طعمها احلى، وتحس ان تاكلي فعلا نايتي من جوه كده هش وطري، والوش بتاعه اللي هو ايه، شوكولاته كده ماسكه نفسها، بيبقى لذيذ قوي ده طعم. والشوكولاته اللي هي الخليط اللي بتحطيه الصوص ده بيبقى طعم تاني. فاللي انتي حباه اعمليه، او مره كده ومره كده تغيير يعني. خلي بالكوا برضو من تكات نجاح الكيكه معاكي، انك لازم كده تدي الصينيه هبدتين 3 كده على رخامه المطبخ او على الارض، بحيث انك تطلعي منها الهواء اللي بيكون جواها، ما تبقاش الكيكه كلها فراغات لما تطلعيها. تمام كده. حبيت النهارده بقى ان انا ازينها، مش هحط بقى الشوكليت شيبس اللي كان ملون او الشوكولاته الصغيره الملونه دي، حسيت ان انا عايزه اعمل كده حاجه كده هاديه شويه، فحطيت شوكليت شيبس شوكولاته بيضه وشوكولاته عاديه، وكمان اللي هي شوكولاته الصغنونه خالص دي حطيتها برضو، بحيث ان هي تدي كده الكيكه شكلها ان هي حاجه كده حلوه جايه من بره من المحلات، وحاجه كده في نفس الوقت طعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم كل اللي اكل من الكيكه دي عجبته جدا وشكر لي فيها قوي، فجربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي ان شاء الله. المهم بقى الوقت دوت انا كنت طبعا العصر تقريبا او قبل العصر بشويه، وهم كانوا جايين بالليل، فانا بحب الكيكه بالذات اعملها بدري واسيبها في التلاجة براحتها كده شويه، بحيث ان هي لما بتقعد في التلاجة شويه طعمها بيكون احلى كتير لما تكون لسه معموله. وقلت بعد كده بقى ان انا هعمل غدا سريع، يعني اي حاجه سريعه، لان انا كنت تعبانه شويه برضو في اليوم ده، فقلت انا مش هتعب نفسي في غدا وتحضير وكده، بحيث ان انا اعرف بالليل اقعد معاهم ابقى كويسه مبقاش تعبانه. فكان عندي طبق المكرونه ده من قبلها بيوم، قلت اطلعه كده اسخنه. عملت طبق بطاطس مهروسه كده حلو جدا تحفة بالزبدة، وكمان طبق فول كده بالطحينة قمر، وشكشوكة بالبيض طبعا معروفة، وقرنين فلفل حامي كده، وكان أحلى غدا والله العظيم. الأكل الحرش ده بيفتح النفس جدا. بس كده انا حابه اشارك معاكم الفيديو النهارده، كان فيديو بسيط بس عشان انتوا وحشتوني جدا وتعليقاتكم وحشتني، وعشان احنا الفتره دي تعبانين نفسيا، فنحاول كده نهون على بعض. وما تنسوش طبعا الدعاء لاهل فلسطين واهل غزه، ربنا ينصرهم ويعدي الفتره دي على خير. استنوني الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه، وتعالي حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله.